البلاد الحجاز، حررهم، حرر الكعبة الآن، سوي تفجير بالكعبة، قول عمي الكعبة ترى مغتصبة، والمفروض الواحد ما يجي يسجد للكعبة، مشرك هذا، لأن الكعبة صارت معبود. صح عمي لو صحيح؟ مو صحيح؟ عشان الكعبة هم صارت معبود. المسلمون ينقلون تاريخ الإسلام بصورة سلبية وسيئة. هاي بلجيكا منطقة بروكسل من زمن هتلر طلقة واحدة ما مضروبة، من زمن هتلر بلجيكا. هاي البارحة شفتوها، مطار وناس شو لك شغلة بيهم، يهود كفار مشركين. احنا عندنا دستور اسلام، تفجرهم ليش؟ هو هذا الاسلام يعني؟ طلق، مو هو هذا. انت من دخلت وآواك وطاك اموال وطاك بيت وطاك ضمان اجتماعي وضمان صحي، هو هذا جزاءها يعني؟ القرآن يقول وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وهي قاعدة، ترى قاعدة عامة يعني. أنا شفت بالفيسبوك واحد من ذوله الدشاديش القصار واللحاية الطوال، أنا ما أطوب هذا الخضم ولكن اللي شاهد به، بأوروبا سنين ياكل ويشرب من عندهم ومن نفطهم ومن طعامهم ومن شرابهم، اجا وقت الصلاة يفرش السجادة فوق السيارة. قالوا لي ليش؟ قال هاي الأرض نجسة. وشاهي السيارة منين مخلوقة؟ هو منو سواها؟ زين هذا الطعام والشراب اللي أكلته وأنت قاعد بهاي البلد صار لك 20-30 سنة، ملاحظ يصلي فوق الجنطة مال السيارة. يا ليش؟ قال ذولا كفار وماشيين هنا نتسين. باوع للوادي، ما أنا شفته يعني مقطع فيديوي، باوع للناس. شنو هذا قاعد يسوي؟ خلاف القاعدة الأساسية. أنت إذا تقول ذولا مشركين وكفار، تعال البلاد الحجاز، حررهم، حرر الكعبة الآن، سوي تفجير بالكعبة، قول عمي الكعبة ترى مغتصبة، والمفروض الواحد ما يجي يسجد للكعبة، مشرك هذا، لأن الكعبة صارت معبود. صح عمي لو صحيح؟ مو صحيح؟ عشان الكعبة هم صارت معبود. تقول جماعة إذا راحوا للحسين يعبدون الحسين، عشان جماعة هم يعبدون الكعبة. صح؟ هي غير مقاييس لولا. هي الكعبة شنو؟ الكعبة كعبة حجارة لولا الناس قاعد تسجد للكعبة. ايش مدري ذول يسجدون لله؟ هذول يجوز هاي هذن الحجارة قاعد يسجدوا لها. قال لا هو قبلة هاي. يا أخي شلون عرفتهم قبلة هاي؟ مو هاي قلوب الناس، ايش مدري يكتب يجوز تسجد الكعبة هاي. إن أصحاب محمد قادمون، وإن علي وأبنائه قادمون لتطهير الأمة ممن يسمون الشيعة، وسنهدم النجف وكربلاء وقم ومشى. والله لنهدم النجف وكربلاء وقم ومشى. اللهم احيني حتى أرى ذلك اليوم عاجلا غير آجل يا رب العالمين، كما حدث عام 1801 فيما سمي بغزوة كربلاء، حينما قام الإمام سعود بن محمد الكبير بهدم النجف وكربلاء بالكامل وتسوية قبورها بالأرض. اللهم أعد هذا اليوم